2 أوت 1989 الساعة 1:15 ليلا، يتصل روني جاك بوالدته بيخبرها أنه عرضوا عليه وظيفة في مخيم لقطع الأشجار لمدة أسبوعين، وأنه في ذيك الساعة راح يتنقل المخيم هو وعائلته، مرته وولاده، وأنه الرجل اللي عرض عليه الوظيفة هو اللي راح ينقلهم. كون روني لا يملك سيارة، كان روني متحمس، لكن بعدها قال يمه إذا ما رجعش للدار روح يحوسي عليا. ربما كان يمازحها في ذيك الدقيقة، لكن كانت هذه آخر مرة سمعت أم روني صوت وليدها. وبعد 35 سنة مازال السؤال مطروح: أين اختفت عائلة جاك؟ روني جاك 26 سنة، زوجته دورين جاك 26 سنة، وطفلاهما راسل جاك 9 سنوات وراين جاك 4 سنوات. تعيش العائلة في برينس جورج، بريتش كولومبيا، كندا، وكان منزلهم قريب من طريق السريع 16 أو ما يعرف بطريق الدموع، وسمي بهذا الاسم لأنه أكثر من 40 حالة قتل واختفاء لنساء حدثت في هذا الطريق. ووقتها كانت تواجه العائلة مشاكل مادية بسبب أن روني كان عاطل بلا عمل، وذلك تعرضه لإصابة في الظهر، إذا كانوا في أشد الحاجة لأي فرصة عمل. 1 أوت 1989 11 ليلا، كان روني في حانة قريبة وين يسكن. الحانة متعود يشرب فيها. في ذيك الليلة جاء ريح معه رجل مجهول، وصفه أحد الشهود أنه رجل أبيض عمره ما بين 35 إلى 40 سنة، وشعره بني ومطول لحية كاملة. عرض هذا الرجل على روني وظيفة لمدة أسبوعين في مخيم لقطع الأشجار، هو وزوجته كطباخة، وكاين أيضا رعاية لأولادهم. كانت هذه فرصة ذهبية بالنسبة لروني، بالإضافة أنه عرض عليه أنه ينقلهم هذيك الليلة إلى المخيم. بعدها شوهد روني والرجل المجهول خارجين من الحانة مع بعض. 25 أوت 1989 تم الإبلاغ عن اختفاء العائلة، أي بعد 24 يوم من الاختفاء. هذا التأخر سبب عائق في التحقيق. حققت الشرطة في منزل العائلة، لكن لم تجد أي شيء يساعد في القضية، بل تركت العائلة أغراض وملابس لها في المنزل بنية العودة. وبالنسبة لاحتمال وقوع حادث، لم تجد الشرطة السيارة. بقت القضية مجمدة. لكن يوم 28 جانفي 1996، وبعد 7 سنوات من الاختفاء، على الساعة 8:30 صباحا، يتصل شخص مجهول بالشرطة ويخبرهم أن عائلة جاك مدفونة في جنوب مزرعة. انقطع الاتصال. الشرطة حاولت إعادة الاتصال بالرقم، لكن بدون جدوى. لم يتم معرفة هوية المتصل أو إيجاد الجثث، وتبقى القضية بلا حل لعدة أسباب، ربما لتهاون الشرطة أو التغطية الإعلامية الضعيفة، ربما القضية علاقة بلعنة الطريق السريع 16. هذه القضية فريدة والوحيدة من نوعها في تاريخ كندا. ما زالت أخت دورين تبحث عن أختها إلى يومنا هذا، وهذا تصور لعائلة جاك اليوم بعد 35 سنة من الاختفاء. أنا عدنان، قناة 7. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو. سلام عليكم.